السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. عاد تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري بفوز رائع من العاصمة مونروفيا بعد التغلب على منتخب ليبيريا بالنتيجة والأداء في اللقاء الذي جمع بينهما الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2025، وذلك بعد أيام فقط من الانتصار على غينيا الاستوائية بثنائية، ليتمكن الخضر من التربع على عرش صدارة المجموعة الخامسة والخروج بعدة أمور إيجابية فنيا ومعنويا. قدمت تشكيلة المنتخب الوطني مباراة قوية وجميلة من جميع النواحي أمام منافس ليبيري لم يكن لقمة سائغة للخضر بالنظر للمردود الرائع للاعبين والحسابات الموفقة للناخب الوطني بيتكوفيتش الذي استطاع إيجاد الحلول وتجاوز مشكلة الغيابات التي ضربت الفريق قبل سفرية مونروفيا. وفي نقطة أخرى تحسب للناخب الوطني، فقد أقدم على تغيير خطته وذلك تماشيا مع ظروف المباراة والغيابات التي ضربت التشكيلة، حيث نجح الطاقم الفني في رهانه وتمكن اللاعبون من تطبيق تعليماته بحذافيرها، أهو ما حقق في الأخير العودة بكامل الزاد من خارج الديار والابتعاد في صدارة المجموعة الخامسة برفع رصيد إلى 6 نقاط. وبهذا حقق تربص سبتمبر أهدافه، وستكون لنتائجه وقع إيجابيا على تشكيلة الخضر قبل العودة إلى أجواء المنافسة شهر أكتوبر المقبل، فضلا عن الطاقم الفني بقيادة بيتكوفيتش الذي وصل إلى الفوز الرابع من 6 مباريات خاضها مع المنتخب منها وديتان. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.